هذه هي الطريق اللي غيدوز منها المنتخب المغربي باش يربح كأس العالم ديال أمريكا 2026. وإلا جاك هادشي غريب ما تنساش راه في 2022 عاوتاني راه المنتخب المغربي دار شي حاجة اللي بين قوسين كانت كتعتبر غريبة ولا شبه مستحيلة. المهم كما كتعرفوا المنتخب المغربي طاح في المجموعة رقم 3، طاح مع البرازيل هايتي واسكتلندا، وهذه ماشي أول مرة كيطيح فيها المنتخب المغربي في كأس العالم في مجموعة فيها البرازيل واسكتلندا. في كأس العالم ديال 1998 المنتخب المغربي أيضا كان مع البرازيل وكان مع اسكتلندا، ولكن كان مع المنتخب ديال النرويج. في الجولة الأولى المنتخب المغربي غيلعب مع المنتخب البرازيلي أحد أقوى المنتخبات في العالم، وكنتوقع أن المنتخب المغربي غيخسر في هذه المباراة بنتيجة قاسية اللي هي 5 ديال الأهداف مقابل لا شيء. هنا كلشي غادي يسخط على المغرب وغيقولوا بلي المغرب راه مجرد فقاعة ومنتخب فاشل. المباراة الثانية المنتخب المغربي غيلعب مع اسكتلندا، وهنا المنتخب المغربي غيربح بزز ب2-1. هدف ديال الفوز غيتماركا في آخر الدقائق وغيماركيه اللاعب عز الدين أناحي. بهذا الفوز ب2-1 المنتخب المغربي غيرجع شوية الأمل باش أنه يقدر يتأهل. الرصيد ديال المنتخب المغربي دابا 3 النقاط وغيواجه منتخب هايتي في آخر مباراة في هذا دوري المجموعات. كلشي غيكون متوقع أن المغرب غيربح بنتيجة كبيرة، ولكن هايتي غتزمط المنتخب المغربي وغيربح ب1-0 بزز. هدف اللي غيتماركا في الدقيقة 80 برأسية عشوائية ديال اللاعب يوسف النصيري. وهكا غيتأهل المنتخب المغربي لهذه المجموعة ب6 ديال النقاط في المرتبة الثانية. غيتأهل المنتخب المغربي كما قلنا للدور الثاني وغادي يكون كيحتل الرتبة الثانية في المجموعة الثالثة، وحسب البرنامج اللي حاطاه الفيفا فثاني واحد غيحتل هذه المجموعة ديالنا حنا غادي يلعب مع الاول اللي غيحتل المجموعة السادسة. يعني غادي يلعب مع الاول اللي غيحتل المجموعة اللي فيها هولندا اليابان تونس وغالبا غيكون منتخب اوكرانيا ولا السويد. المهم هذه المجموعة فكنتوقع بان اللي غيتصدرها هو المنتخب الهولندي، يعني المغرب غيلعب ضد هولندا. مباراة المغرب ضد هولندا غتكون مباراة حارقة. المنتخب الهولندي غيمارك علينا هدف أول 5 ديال الدقائق، وقبل ما يسالي الشوط الأول يعني تقريبا في الدقيقة 45 غادي يمارك المنتخب الهولندي الهدف الثاني. المنتخب المغربي غيسالي الشوط الأول خاسر ب2-0 أمام هولندا، وهولندا هي اللي مستحوذة وشادة الكرة. في الجولة الثانية مع بداية الجولة الثانية المنتخب المغربي غادي يماركي أول هدف عن طريق هجمة مرتدة، هدف اللي غيماركيه اللاعب أيوب الكابي. غيبقى المنتخب المغربي كيحاول يماركي، وهادشي اللي غيقدر يديرو في الدقيقة 87 في غادي يجي الهدف ديال التعادل ضد هولندا ب2-2 من بعد ضربة ركنية اللي غتجي في الراس ديال اللاعب سايس وغادي يخشي لينا الكرة في الشبكة وغيسالي الماتش ب2-2. وغيدوزو لضربات الجزاء ويقدر المنتخب المغربي يربح لضربات الجزاء ب5-4، وهكذا غيتأهل المنتخب المغربي بشبه معجزة للدور الموالي. وباش تعرفوا المنتخب اللي غيواجهو المغرب فاش غيربح هولندا فغتكون مباراة أخرى كتلعب، وحسب نظام الفيفا فالمباراة الأولى غتجمع ما بين الثاني اللي غيحتل المجموعة الأولى مع الثاني اللي غيحتل المجموعة الثانية. بالنسبة للمجموعة الأولى فاللي فيها المكسيك جنوب إفريقيا كوريا الجنوبية وغالبا الدنمارك، كنتوقع أن المكسيك كتحتل الرتبة الأولى وكوريا الجنوبية الثانية. أما المجموعة الثانية اللي فيها كندا فيها قطر سويسرا وفيها إيطاليا وما إلى ذلك، فكنتوقع أن الرتبة الأولى غتحتلها إيطاليا والرتبة الثانية غتحتلها كندا. وهكذا المباراة الأولى غتكون ما بين كوريا الجنوبية وكندا وغتربح كوريا الجنوبية، يعني المغرب غيواجه منتخب كوريا الجنوبية. مباراة المغرب مع كوريا الجنوبية غتكون مباراة صعيبة بزاف، مباراة غتسالي ب3 ديال الأهداف مقابل 2 ديال المنتخب المغربي، وغتكون مباراة ممتعة جدا. وحسب برنامج الفيفا وحسب المتوقع ففي المباراة الأخرى في هذا الدور هذا اللي كتهم المغرب غتكون لاعبة ألمانيا ضد فرنسا، واكيد المنتخب الفرنسي هو اللي غيربح. وهنا غيتلاقى المنتخب المغربي مع فرنسا في دور الربع النهائي، ونقدروا اننا ننتقموا من فرنسا بهدف قاتل في الدقيقه 90، هدف اللي غيماركيه مره اخرى اللاعب النصيري بواحد الراسيه عشوائيه صدقات لي وصافي. ولكن المهم بعد ذلك المنتخب المغربي غيواجه منتخب انجلترا في دور الربع النهائي، ماتش غيسالي ب0-0 وغنقدروا ندوزو للبيلانتيات وغنربحوا كالعاده ب4-3. في المباراه النهائيه المنتخب المغربي غيواجه الارجنتين اللي غتكون ديجا ربحات الجزائر في دوري المجموعات. وهنا المنتخب المغربي غيبغي ينتقم من الجزائر كالعاده، لاننا حنا خوت خاوه وتحيه لكاع الجزائريين. المباراه ديالنا اللي غنبكيو فيها ميسي في كاس العالم وغنتاقموا حتى لرونالدو. ما يمكنش رونالدو ما يديش كاس العالم والارجنتين تعاود دي كاس العالم. مباراه غتسالي ب1-1 وغيدوزوا الاشواط الاضافيه، وغيقدر المنتخب المغربي انه يحسم المباراه في الاشواط الاضافيه بهدف قاتل مره اخرى عرفتوه ديال يوسف النصيري. وهكذا المنتخب المغربي غيتوج بكاس العالم 2026. في نهايه هذا الفيديو بغيت نقول لك لو وصلتي حتى هنا ما تنساش ديرنا متابعه. حاجه اخرى هذه مجرد تخيلات والقدر لا يعلمه الا الله عز وجل، راه هذه كتبقى غير تخيلات وما كرهناش توقع الصراحه. ايوا التمني راه من حقنا، ياك من حقنا نتمناو.